السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحصة التي سنشتغل فيها على الإنتاج الكتابي. لدينا تصميم السيرة الغيرية في الصفحة 44، والموضوع الثاني غيكون هو كتابة سيرتي الذاتية الموجود بالصفحة 45 من كراسة اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي الخاصة بالمدرسة الرائدة. إذن على بركة الله نبدأ بهذا التعريف. السيرة الغيرية هي نص يحكي فيه الكاتب عن حياة شخص معين وعن ظروف نشأته ومراحل حياته وأهم إنجازاته وأعماله. إذن في السيرة الغيرية نتحدث عن حياة شخص آخر، نتحدث عن غيرنا، فنعرف به وبظروف نشأته ومراحل حياته وتعليمه وإنجازاته وأعماله إلى غير ذلك. وأن هنا كيف أكتب سيرة غيرية؟ إذن كيفاش غنكتبوا سيرة غيرية؟ أولا خصنا أبحث في المراجع وأملأ بطاقة المعلومات الشخصية بجميع عناصرها. إذن كناخذ واحد الشخصية معينة وكنبحث في مرجع عن اسمه الكامل وسنة ولادته ومكان ولادته وظروف نشأته وصفاته ومميزاته إلى غير ذلك. وهذا الشيء كنديروه في المقدمة. إذا المقدمة دائما نعرف بصاحب السيرة، كيف ما قلنا كنذكروا الاسم ديالو وتاريخ ومكان الولادة وظروف النشأة والصفات والمميزات الشخصية. إذن هذا الشيء كنديروه في المقدمة. ثانيا أنظم المعلومات وفق تصميم السيرة. إذن في العرض كنكتب واحد الفقرة كنعرفوا بالمسار الدراسي لصاحب السيرة، وأخرى عن أهم إنجازاته وأعماله. كيف ما شفنا في دروس وحصص سابقة، درنا السيرة الغيرية مثلا ديال الطفلة أمينة، درنا السيرة الغيرية مثلا ديال كوثر العالمة كوثر حفيظي، كذلك ديال المخترع رشيد اليزمي إلى غير ذلك. ثم ثالثا أربط بين الفقرات وأغني المعلومات المذكورة. هنا في الخاتمة أكتب فقرة أعبر فيها عن رأيي في صاحب السيرة وما شدني في شخصيته. مثلا أعجبني في شخصية فلان طموحه وإصراره واجتهاده. ما شد انتباهي في هذه الشخصية هو مثابرته وعزيمته إلى غير ذلك. إذا غنشوفوا هنايا واحد المقاطع اللي متعلقة بالسيرة الغيرية للعالم الخوارزمي. مطلوب منا باش نرتبوها ونوضعوا عنوان مناسب لكل جزء من أجزاء هذا التصميم أو لهاد سيرة هذه الشخصية. إذا عندنا هنايا كيفاش غادي نرتبوها. غادي الفقرة الأخيرة شنو عندنا هنايا؟ محمد بن موسى الخوارزمي عالم مسلم ولد حوالي 780 ميلادية في بلدة خوارزم بأوزبكستان، وعاش في بغداد بالعراق. وقد عرف الخوارزمي منذ حداثة سنه بذكائه الخارق وموهبته الفذة في الحساب، حتى لقب بأبي الجبر. إذن هذه الفقرة هذه فهي كتديرنا واحد التعريف بالخوارزمي من خلال ذكر اسمه الكامل وتاريخ ولادته والبلدة التي ولد فيها وظروف النشأة وصفاته ومميزاته إلى غير ذلك. إذن هذا الشيء فين كنديروه في المقدمة. إذن هذه غتكون هي الفقرة الأولى. غنديروا لها هنايا رقم 1، ولا بغينا نعطيو لها عنوان غنقولوا مثلا نبذة قصيرة عن الخوارزمي. نبذة أي واحد التعريف بسيط وقصير بالشخصية اللي عندنا هنايا اللي هي الخوارزمي. الفقرة الثانية غتكون هي هذه.
ينسب للخوارزمي ابتكار الأرقام العربية التي تستعمل حاليا في المغرب وأوروبا، كما يعود له الفضل في اعتماد نظام الأرقام عوض الحروف الأبجدية. ويحسب للخوارزمي أحد أعظم الإنجازات في تاريخ الحساب، وهو اختراعه الصفر الذي توسع به في مجال العمليات الحسابية إلى ما لا نهاية. ولا تزال أعمال الخوارزمي محط اهتمام العلماء لما لها من أثر في تطور علم الحاسوب. إذن هنا كيعطينا بعض الأعمال والإنجازات ديال الخوارزمي وبعض الأحداث المهمة من حياته. إذن هذه غتكون الفقرة الثانية، ولا بغينا نديرو لها كعنوان مثلا غنقولو إنجازات الخوارزمي وأعماله. والفقرة الثالثة اللي كتكون خاصة بالتعبير عن رأينا في الشخصية هي هذه: ومما أثارني في سيرة الخوارزمي شغفه للعلم الذي صاحبه منذ نعومة أظفاره، وهو يستكشف عالم الحساب ويرسم معالم علم جديد لم تكن البشرية تتصوره قبله، ويحق لنا أن نتخذه قدوة نستلهم منه عزيمة الطموح ونوقظ مثله شعلة الفكر والإبداع. إذن هنا التعبير عن الإعجاب بشخصية الخوارزمي والدعوة إلى اتخاذه كقدوة ومثال يحتذى به. ولهذا غتكون هذه الفقرة الثالثة والأخيرة. ولا بغينا نعطيوها عنوان غنقولوا مثلا الخوارزمي قدوة ومثال. إذن كيف ما شفنا هكذا غادي نرتبوا هاد الفقرات. هذه الفقرة الأولى والعنوان ديالها هو هذا، الفقرة الثانية هي هذه والعنوان ديالها هو هذا، والفقرة الثالثة هي هذه وهذا عنوانها. نمر الآن للصفحة 45، كتابة سيرتي الذاتية. إذا دابا نكتبوا السيرة الذاتية ديالنا كأشخاص. وعندنا هنا تعريف: السيرة الذاتية هي نص يحكي فيه الكاتب عن حياته. إذا السيرة الغيرية يحكي فيه الكاتب عن حياة غيره، أما هنا فيحكي عن حياته ويستعمل ضمير المتكلم أنا، وعن ظروف نشأته ومراحل دراسته وعن قدراته وطموحه وما يود تحقيقه في المستقبل. وعندنا هنا نفس الخطوات اللي شفناها في كتابة السيرة الغيرية هي اللي راها هنايا بنفسها. نشوفوا الموضوع اللي عندنا هنايا. عندنا أستعين ببطاقة معلوماتي الشخصية التي أنجزتها في الحصص السابقة وأكتب سيرتي الذاتية. إذن في الحصص السابقة درنا الكثير من البطاقات الشخصية، وانطلاقا منها ممكن نكتبوا سيرتنا الذاتية. وأنا غنعطيكم واحد المثال. مثلا نقدروا نقولوا رأيت النور في صبيحة 5 من شهر يناير سنة 2013 بمنطقة قروية، ونشأت وسط أسرة بسيطة رفقة والدي وأختي الصغرى. اضطرت أسرتي إلى مغادرة مسقط رأسي والاستقرار في المدينة حتى تتاح لي فرصة الالتحاق بالتعليم الأولي وبعدها بصفوف المدرسة الابتدائية. منذ صغري وأنا مهووس بقراءة قصص الأطفال ومجلاتهم، وكان أكثر ما يثير اهتمامي هو مجال علوم الفضاء والطيران. أما في مدرستي فقد كنت معروفا بين أقراني بالصبر والعزيمة والإصرار والمواظبة والاجتهاد وحسن السيرة والسلوك. أنا الآن أتابع دراستي بالمستوى السادس، وأحصل كل سنة على المرتبة الأولى على صعيد الإقليم الذي أنتمي إليه.
كما حصلت على كثير من الجوائز وشاركت في عدة مسابقات. جميع أصدقائي يعرفون أن حلمي هو أن أصير ربان طائرة أو رائد فضاء، وسأعمل كل جهدي لتحقيق هذا الطموح. إذن هذا نموذج للسيرة الذاتية التي نتحدث فيها عن جوانب من حياتنا. إذن نكتفي بهذا القدر. أشكركم على حسن المتابعة ودمتم بخير.